جوزي ممثل وسبق وعمل فيلم بيتكلم فيه عن الجن. الجن ده كان اسمه عزازيل. أكيد في ناس من اللي هتقرأ أو هتسمع القصة سمعت الاسم ده قبل كده. وهما بيمثلوا الفيلم اسم عزازيل كان بيتكرر كتير. من كتر ما هما نادوا على اسم عزازيل وهما بيصوروا طلع لهم حاجات كتير واختفت حاجات أكتر من اللوكيشن. حاجات من اللوكيشن بتختفي وترجع تظهر تاني، وفجأة المكان كله يمسك في بعضه ويظهر أي خلاف من غير أي سبب، وبعدين يهدوا وأطياف تظهر وحاجات كتير جدا تحصل في المكان مش مفهومة. الحكاية ما بدأتش من هنا. الحكاية بدأت في يوم كنت أنا وأولادي كنا قاعدين في البيت وبنتعشى. قالوا لنا إنهم لما بيبقوا سهرانين وإحنا نايمين بيلمحوا صوت طفل بيجري من المطبخ لأوضة معينة في البيت، وبيفضل يروح ويجي في المطبخ، وإنهم بيلاقوا كورة بنكون شايلينها فوق التلاجة تقع لوحدها ويرجعوا يحطوها مكانها فتقع تاني. فجوزي علشان ما يخليهمش يقلقوا ويركزوا في الموضوع قال لهم إن كل دي تهيؤات، ولما خلص أكله قام وخد طبقه في إيده علشان يحطه في المطبخ. فدخل المطبخ والدنيا كلها كانت ضلمة، وهو لسه عند الباب عمل كأنه بيتكلم مع طفل صغير، يعني باصص للفراغ كده وبيقول ما تبقاش تلعب في الكرة تاني واحنا نايمين، وما تقعدش تجري شمال ويمين الولاد بقوا يخافوا، ويلا يا عم من هنا، وبحركة هزار كده يعني كأنه بيشوطه برجله. المهم إن لون الحيطة عندنا في الريسبشن نبيتي غامق، وفجأة وبدون ما أي حد يتحرك كنا كلنا قاعدين 5 أطفال وأنا وهو، لقينا عند أول حيطة من تحت السقف على طول، يعني إحنا نفسنا منطلهاش إلا لو وقفنا طبعا على حاجة عالية. قسما بالله لقينا كفين شمال ويمين على الحيطة ولونهم أبيض، وزي ما يكون حد حاطط إيده في أسمنت أبيض أو دقيق وعمل بإيده على الحيطة. المشكلة كانت إن حجم الكفين أكبر من أي كف شفناه، كفين ضخمين جدا. طبعا إحنا خوفنا واتخضينا لأنه كان منظر يرعب. ساعتها كلنا بصينا لبعض وجوزي افتكر إن حد عمل مقلب، فطبعا لأ ده مش مقلب، لأننا كلنا كنا قاعدين ومحدش وقف على حاجة أو اتحرك أصلا من مكانه. وكمان الحجم الكف ما كانش طبيعي. فضلنا حوالي 5 دقايق نفسر اللي حصل. طيب منين؟ طيب ازاي ده حصل؟ ده الولاد أكبرهم كان 12 سنة وأصغرهم كان 7. مفيش حد مننا عمل ده. المهم بعد شوية بنشوف تاني على نفس المكان وسبحان الخالق مفيش أي حاجة. الكفين اللي على الحيطة اختفوا، وكلنا يومها من شدة الرعب نمنا في أوضة واحدة. ولحد دلوقتي أنا تفسيري الوحيد إن ده من عمار البيت، وحب يثبت لجوزي إنه مش طفل صغير زي ما كان بيكلمه في المطبخ. والله أعلم. وكده خلصت حكايتنا النهاردة.